النهاردة هنعمل حاجة حلوة. وايه هي؟ الكب كيك. هنعمل مع بعض كب كيك بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. تعالوا نشوف كده الكب كيك اللي احنا عاملينه. هنقطع واحدة معاكم كده عشان اوريكم من جوه هشة ازاي وخفيفة. بصوا الجمال والحلاوة، شايفين الطراوة؟ خطيرة. هنعملها ميني كب كيك علشان محدش ياكل ويسيب حتة. وكمان هنعمل بقى اللي هي العادية ديت، كب كيك العادية في كوباية الكرتون. شايفين؟ بصوا الطراوة اللي هي فيها، حاجة خطيرة والمكونات بسيطة خالص. ولو وصلتي معايا لغاية هنا، يلا يا حلوين، لايك وشير وكومنت حلو كده زيكم، وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا. يلا بينا. مبدئيا كده انا هنا معايا كوباية من الدقيق نخليها كويس، ومعايا معلقتين كبار من النشا، وكمان معايا معلقة بيكنج باودر، ذرة ملح صغننة كده على الدقيق. الدقيق لازم يكون منخول يا حلوين. هنزل بمعلقتين النشا، معلقتين نشا كبار. هحط كده المواد الجافة مع بعضيها، وكمان نص معلقة من البيكنج باودر، وهقلب المكونات دي كده مع بعضيها واركنهم على جنب. المواد السائلة بقى عبارة عن نص كوباية سكر، نص كوباية من الزيت، معايا فانيليا بيضاية واحدة، وكمان معايا كوباية لبن. كوباية اللبن دي يا حبايبي انا هدفيها على النار. المج اللي هعاير بيه السكر والزيت هو اللي انا عايرت بيه اللبن. شفشق الخلاط وهنزل بالبضاية، وكمان هنزل بحوالي كده ربع معلقة صغيرة فانيليا. ما نكترش الفانيليا لان المكونات قليلة معانا ما تديش مرارة. وكمان معلقة خل. هنزل بقى عليهم بالسكر، وهروح اضرب المكونات دي وارجع لكم تاني. ضربتهم حوالي دقيقتين ورجعت لكم تاني. هنزل بقى بنص كوباية الزيت وراح اضربهم وارجع تاني. تمام كده زي الفل. دلوقتي بقى انا دفيت كوباية اللبن وهنزل بيها على المكونات دي. اللبن دافي يا حبايبي، ضربتهم كويس لغاية ما اختلطوا مع بعضيهم. وهاجي ببولة وانزل بكل المكونات السائلة ديت، وهنزل بالدقيق اللي احنا نخلينه، حاطين عليه ذرة ملح، وحاطين كمان عليه نص معلقة بيكنج باودر. هقلب كده بالراحة لغاية ما العجينة تبقى معايا متجانسة. من اول ما بدأت يا حبايبي اعمل الكب كيك انا مولعة الفرن على درجة حرارة 170 او 180 حسب فرنك. هنقلب كده كويس ونتأكد ان مفيش كتل دقيق والعجينة كلها متجانسة مع بعضيها، وده بيكون القوام بتاعنا. دلوقتي بقى ايه، هجيب القالب بتاع الكب كيك واحط فيه الورق بتاع الكب كيك، وابتدي بقى انزل ايه بالكب كيك. احنا هنا حبايبي ما نملاش الكبايه كلها، يعني انا هامله نصها بس. لو انت عايزاها كبيره هنملاها 3/4. لو عايزاها ميني كب كيك زي اللي انا عاملاها هنحط نصها بس. هكمل الباقي وارجع لكم. انا هنا دلوقتي كده جاهز معايا الصاج بتاع الكب كيك، هركنه على جنب. واجيب بقى كوبايات ديت، كوبايات دي كرتون بتخش الفرن، وهبتدي ان انا احط ايه الكب كيك بتاعنا واخبطها كده اطلع منها الهواء، وفي حاجة ألمونيا او استانلس، وهدخلهم الفرن
يلا بينا بقى ندخلهم الفرن. بصوا الجمال، مكونات بسيطة وعملنا بيها كل الكمية دي. هنا قبل ما ادخلها الفرن حبيت ازينها، جبت الشوكولاتة شيبسي وهحط كده على الوش، وكمان معايا الفواكه المجففة يعني، بس انا مش هعمل كتير منهم، هم 4 بس اللي هعملهم فواكه مجففة، والباقي كله هيبقى شوكليت شيبس كده. تمام، دول بقى اللي انا بقول لكم عليهم اللي انا عملتهم الفواكه المجففة. يلا حبايبي بقى ندخلهم على الفرن ونشوفهم بعد ما يستووا. ادي الكب كيك استوى معانا وزي الفل على درجة حرارة 170 او 180، بياخد من 20 ل 30 دقيقة. بصوا الجمال والحلاوة، بفتح لكم واحدة اوريكم الجمال والحلاوة. مكوناتها سهلة وبسيطة، وهتعمليها في البيت وتفرحي اولادك. جربوا الفيديو واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم.